انطلقت مرحلة جديدة من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما خاض عدد من الأندية منافسات الجولة الأولى من عمر دور المجموعات بالبطولة القارية. الترجي التونسي بدأ رحلته باعتباره أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب كالعادة، خاصة وأن الرحلة بدأت بانتصار أمام نظيره المريخ السوداني، إلا أن خطأ إداريا يهدد المباراة بالإعادة. تترقب عشاق كرة القدم في القارة الإفريقية منافسات البطولة الأهم على مستوى الأندية في القارة السمراء، وهي دوري الأبطال، مع انطلاق مرحلة جديدة من البطولة. بدأت منافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، تبدأ الأندية الأبطال في القارة رحلتها نحو بطاقتي التأهل من كل مجموعة للأدوار الإقصائية سعيا للقب. قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا أسفرت عن مجموعة قوية تضم الترجي التونسي ونادي الزمالك المصري والمريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري. الزمالك تلقى الهزيمة الأولى في البطولة أمام شباب بلوزداد على ملعب الفارس الأبيض في القاهرة، بينما على الجانب الآخر استهل الترجي رحلته بانتصار أمام نظيره المريخ السوداني بهدف نظيف. الترجي التونسي تفوق على المريخ بهدف نظيف، إلا أن المريخ السوداني أعلن عقب المباراة اتخاذ خطوات جديدة للمطالبة بإعادة المباراة. إدارة المريخ السوداني أعلنت في تصريحات صحفية أنهم تقدموا بطلب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإعادة مواجهة الترجي التونسي بسبب خطأ إداري. وشددت إدارة المريخ السوداني أن الطلب المقدم للاتحاد الإفريقي لكرة القدم إن تم رفضه سيتوجه النادي للاتحاد الدولي لكرة القدم للمطالبة بإعادة المباراة. المريخ السوداني فسر طلبه لإعادة المباراة بأن الترجي أجرى 4 تبديلات خلال المباراة على مدار 4 فترات توقف مختلفة، وليس خلال فترتين كما ينص القانون. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم رفع عدد التبديلات خلال المباريات إلى 5 تبديلات بدلا من 3، بشرط أن يتم إجراء التبديلات على 3 فترات توقف فقط. وفي بعض الأحيان شهدت مباريات إجراء التبديلات على 4 فترات توقف، ولكن يكون ذلك فقط في حالة المباريات الإقصائية، إذ يحصل الفريقين على تبديل إضافي حال الدخول إلى الأشواط الإضافية يسمح بفترة توقف جديدة للتبديل. ويبقى السؤال هنا: هل يقبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الطلب المقدم من جانب المريخ السوداني لإعادة مباراة الفريق التي خسرها أمام الترجي التونسي؟ فقد شهدت مباراة سابقة إجراء 4 تبديلات على 4 فترات مختلفة، وكانت بين منتخب الكونغو الديمقراطية ومنتخب بنين، بينما تقدم الأخير باحتجاج للكاف الذي أكد أنه خطأ إداري لا يستدعي إعادة المباراة. لكن المنتخب البنيني لم يلجأ في هذا الوقت للاتحاد الدولي لكرة القدم ولم يصعد طلبه، فهل ينجح نادي المريخ في إعادة المباراة حال اللجوء للفيفا؟